سبحان الله العلي العظيم. شوف راني في الصباح. اليوم رانا اليوم الأربعاء 8 أفريل 2026. بايت هنا برا في الخلا. باكاج تاعي بايت هنا على هذا الكرسي. راني في تلمسان بايت خلا. باش تعرفوا النداء نتاعي اللي نديرها للدولة الجزائرية، السلطات الجزائرية، إلا نتوما تسكتوا على هذا الشيء اللي راه صاري فيا تبقى كارثة. يعني هذا اضطهاد نتهمكم بالاضطهاد بالسكوت، نتهمكم بالسكوت على اضطهاد مواطن جزائري حر، ابن مجاهد قيادي معروف في جيش التحرير، وابن مجاهد وحفيد شاهد. ما تهمكمش هاد الانتماء للثوره، الانتماء الثوري. كاين بزاف اللي يقول لك بركه ما تقولنا في مجاهد، كفى انك تذكر انك تنتمي الى الاسره الثوريه. انا دائما نذكر باني انتمي الى الاسره التركيه، التركيه الثوريه، على اساس اني لازم نبين للسلطات العليا اصحاب اخذ القرار باني لست خائن، على الاقل لست خائنا للبلد للوطن، لاني كنت قادر في هذه المده الطويله، كنت قادر نسافر للخارج ونطلب اللجوء ونولي نسب في كل انسان حقير، في كل عنصر ينتمي لاي جهه معينه. لانايا ما قدرتش نصرح الانتماء هاد العناصر اللي راهم دايرين فيها هاد الشيء، وعطاوهم وشكون اللي عطاهم الضوء الاخضر، وشكون اللي عطاهم الامن والامان والحمايه من اجل اضطهادي وانتهاك كرامتي وشرفي طوال هاد السنوات، و حرماني حتى من حق الاستقرار والاقامه داخل وطني بسبب هاد التصرفات العنصريه الارهابيه ضدي. وانا في بلادي، راني نطالب بان السلطات العليا في الوطن تدخل كما وصلت لمديريه الامن الوطني مؤخرا، وكي حكيت الوحده ضابطه استقبلتني في الشارع، ما دخلتش لمديريه الامن الوطني، منعوني من الدخول مقابله المسؤولين على الاقل واعلامهم بما يحدث لمواطن اشرف واطهر من جميع الذين شاركوا في هذه الفتنه وهذه المؤامره وارادوا اذلالي وتركيعي، وانا مظلوم. قالت لي هذه الضابطه، قلت لي اكتب بطلب خطي، يعني ارسله عبر البريد. لم اقتنع بهذا الكلام. المهم ارسل مراسله الى السيد المفتش العام لمصالح الامن باش يفتح تحقيق. للاسف الشديد نحن في الوقت تاع مراسلات الالكترونيه. انا راني شخص مريض وراني بت في الخارج، يعني هذه الليله كان فيه رياح وراه فيه برد مجعلني نبرد من راسي. شي درت فوق راسي، هذا فوق راسي، هذا احد السراويل البيجامات نتاعي جبدتهم، يعني ارتديته فوق راسي لحمايه راسي. ما عنديش قبعه ولا ربما ارتديت هذا السروال، هذا راني قالبه وحطيته في راسي. راني دايره على من البرد، من شده البرد. بايت هنا ومشي اول مره. هذه نتيجه الملاحقات الاضطهاديه اللي داخل المراقد، داخل بيوت الشباب اللي انا ننتمي للوزاره نتاعها بصفتي مستشار. انا جابوا لي شهود الزور وداروهم لي مرارا وتكرارا باني انا راني نمارس
الفاحشه، نمارس الفاحشه داخل بيوت الشباب وداخل المراقد وفي الفنادق وكاع الادلالي وتركيعي وتغليط. وقاموا بتغليط نيابه عين تيموشنت. السلطات هناك في عين تيموشنت قاموا بتغليط نيابه محكمه عين تيموشنت. و العناصر الامنيه لما كنت في مديريه الامن الولائي في عين تيموشنت تنمروا عليا، ضحكوا عليا قريبه، حتى يديروا الزغاريت تحت الزغاريت قريبه يصدروها، هما يضحكوا عليا نتيجه امر انا لا اعلمه. علموني بان هناك فتنه كبيره داروها لي، سيناريو كبير لبسوه لي، انا بريء منه، ما نعرفش، ما على باليش هذا الامر، ولكن الشيء اللي فهمته بان هناك سيناريو، ربما فيديو تاع الذكاء الاصطناعي لبسوه لي على انه حقيقي بانني في وضعيات نمارس الفاحشه. وين بارطاجاو حتى زملاء العمل واغلبيه المجتمع بارطاجاوه، تقاسموه كما يقول لك عبر منصات التواصل الاجتماعي. والله لا حرام، والله لا عيب وعار على اي مسؤول في السلطه الجزائريه وشافني انا وشاف القضيه تاعي وما تدخلش. والله عيب وعار عليكم، والله عيب وعار عليكم. على الاقل انا كانسان مظلوم دمروني، حطموني نفسيا بدنيا، عززوني، هما رغموني على اني نوقف العمل تاعي، هما رغموني، دخلوني في حيطان، شوهوا السمعه تاعي، قاطعوني لانني دافعت فقط عن اطفال لقطاء مخنثين مساكن عندهم اضطرابات في الهرمونات، اطفال مساكن عندهم يتنمروا عليهم، معزولين في المجتمع باش تندمجهم داخل. هما هاد العناصر الخبيثه المجرمه، اصحاب المراتب والمناصب والنفوذ، لما حرمت عليها، افسدت عليها ممارسه الدعاره امام سكني، يعني داروا تاويلات خاطئه، قالوا اني انا راني نشجع في الشذوذ الجنسي ونحاول واريد ادماج الشواذ واللقطاء، على ما ذكروهمش اللقطاء، على ما ذكروش هادو مساكين يتنمروا على اشكالهم والوانهم ونسبهم، على ما ذكروش، هما راحوا غير اطفال المخنثين وقلبوا القاعده، وقال هذا راه يدافع على الشواذ، راه يطالب بحريه الشذوذ الجنسي، وهذا ينتمي للشواذ، ونعتوني بمدرب الشواذ، او تهميني ب اني انا نمارس الفواحش في بيوت الشباب والفنادق نمارس الشذوذ الجنسي راني نمارسه انا في هذه الاماكن. بقات شي حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا ولاد الكلاب. وللاسف الشديد انا غيرتي على هذا الوطن، وغيرتي على مؤسسات الدوله، وغيرتي لانني قلت ربما هناك عصابه حقيقه، هنشوف ماشي ربما، عصابه موجوده، الانتماء نتاعها عندي في كل في اكثر من مكان، لكي لا اتلفظ اشياء ربما كما قال لك ربما ضرني من بعد، انا مانيش باغي ندخل في مواجهه، مانيش باغي ندخل في تحقيقات ولكن للاسف الشديد الحقيقه يكفي لأي صحفي مبتدئ انه يجي لتلمسان، يروح عين الترك وهرن، ويروح الوهرن، ويروح حتى في بومرداس، حتى في الضواحي تاع بومرداس. شوف عين تيموشنت هي الاولى، عين الترك تلمسان، لانه الاصول تاعنا ما تلمسان، انا كنت ساكن في عين الترك والاصول تاعنا ما تلمسان، يجي خاصه في بلديه بني وارسوس اللي انا مولود فيها، كل الاهل والاقارب تما. شوف الاخوه عندي النصوصه قاطعوني، الاهل والاقارب قاطعوني، زملاء العمل قاطعوني، المجتمع كلي يعرفوا القضيه تاعي كلشي مقاطعني. يكفيكم هكا اي صحفي مبتدئ روح ديري لونكات، ولكن لونكات التحقيق لازم يكون نزيه، ما تجيش جهه ولا باش يحاولوا يكذبوني يقول راه يتخيل، ما تخيلت ما والو، راني مدمر. والحقيقه ها هي ممنوع من الاقامه باش نروح في فندق ولا مرقد بات هاد الليله. نعرف مرارا تكرروا نفس السيناريو تكرروا في اي مكان، حتى في بومرداس مؤخرا، في بلدة بودواو، حتى في الرويبه، صارت لي حتى في الرويبه مؤخرا. حسبي الله ونعم الوكيل. لازم تدخلوا اي انسان يشوف هذا الفيديو من المواطنين الشرفاء
لازم يتقاسم هذا الفيديو هذا في سبيل الله، ديرها في سبيل الله، ماشي في وجهي ما عجبكش. اذا كان عندك دره تاع النخوه والغيره على تاع كرامه الانسان مسلم مؤمن، واشرف واطهر من هذه العناصر الخبيثه المجرمه، بارطاجوا هذا الفيديو حتى ربما يوصل للسلطات العليا في الوطن، ونشوفهم الى يتدخلوا ولا ما يتدخلوش. ادخلوا يا سلطات، ادخلوا بدايه من رئاسه الجمهوريه، وراه كاين السيد وزير الداخليه وكاين السيد وزير العدل، انتم اصحاب اخذ القرار. قولوا لمديريه الامن الوطني وقولوا للجهات الامنيه الاخرى ينزعوا هذه الفيشه اللي راهم دايرينها لي باتهامات باطله. راني نقولها اتهامات باطله راهم دايرينها لي فيشه تاع استعلامات الامن، معلومات سوداء شوهت لي السمعه تاعي، شوهت لي الكرامه تاعي في اي مكان. وعلى ذلك الاساس راه عندي هذه الملاحقات. حسبي الله ونعم الوكيل في كل انسان شارك في هذه الفتنه وهذه المؤامره ضدي ووصلني لهذه الحاله. والله ما نسمح لكم دنيا واخره، والله ما نسمح لكم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ونشكر اي واحد ربما كان سبب يدير سبب، على الاقل تقاسم هذا الفيديو، بارطاجيه هذا الفيديو برحمه الوالدين. وانايا وقل لن يصيبنا مأمن، ربي سبحانه وتعالى وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، راني مأمن الحمد لله. وفوض امر الى الله، هذا ما نجم نقول. حسبي الله ونعم الوكيل وافوض امر الى الله. هذه هي. بارك الله فيكم.